اعتقد دي هتتكتب في التاريخ بالنسبه له هذا اللقاء. ادي الكره العاليه وادي هنا الاخطاء، وايه مدي هدف خطا قاتل من محمود ابو السعود. الحرس يفتح حدود الأهلي بهدف لتير نضاي، شوط أول بطيء، تمريرات مقطوعة، مستوى فني لا يليق ببطلي الدوري والكأس. كابتن شاذلي يعني مش هعلق على العنوان في الحقيقة لأنه يعني إنما اللي عايز أقوله الحرس بمستوى أقل مما قدم الموسم الماضي يفوز على الأهلي في شوط تقييم لاداء الاهلي الحقيقه. هو بالنسبه للنادي الاهلي طبعا اداء اقل من المتوسط تماما خلال 45 دقيقه. الهدف خطا من حارس المرمى محمود ابو السعود، وده يدل على عدم الثقه بالنسبه باللاعبين، بيفقدوا ثقتهم من المباراه الاخرى، ما بترجعش الثقه، بتقل وبيفقدوها، وده دليل على التمرير الغلط، سوء الرقابه من خط الظهر. الهدف اهو الهدف طبعا مسؤوليه كامله، مسؤوليه حارس المرمى، ما فيش كلام يعني. برغم انه انقذ جول. وبعدين الاثنين مدافعين بيتفرجوا، يعني حتى مش بيقول ممكن تقع من حارس، ممكن اغطيه، ممكن، ما فيش، هي صم، لعبه صم، يعني اتلعبت، الجول غلط، جات جول، بيتفرج على الجول، بيتفرج على الفرود الثاني، ما فيش متابعه اقول مثلا ممكن تقع من الجول بتاعي، ممكن اغطيها، ممكن. صحيح هو خطا بدائي يعني من حارس مرمى في الدوري الممتاز وبيمثل النادي الاهلي، ما ينفعش يجي جول بهذا المنظر. الظاهره الواضحه جدا اختفاء الخطوط والنجوم في النادي الاهلي. ما فيش خط مميز في ثلاث خطوط، كل خط اسوأ من اللي قبليه، خط الظهر، خط النص، المهاجمين. كابتن فاروق قول. يعني كابتن شاذلي اتكلم على ثلاث خطوط في النادي الاهلي، كلمك على حرس الحدود في الحقيقه يعني حتى وان كان تقدم انما ما قدمش. ما تفاعل فريق حرس الحدود مع مستوى الهابط للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده نمسك ورقه وقلم، بيلعب بثمان مدافعين في نص الملعب والدفاع. هيجيب اجوال ازاي؟ مين اللي هيساند في نص الملعب؟ مين اللي هيشوط على المرمى؟ مين اللي هيصنع لعب؟ مين اللي هيوصل من نص الملعب من المدافعين للمهاجمين؟ النادي الاهلي لا يملك عقل مفكر موجود في الملعب. النادي الاهلي فقد نص الملعب، ففقد الشوط الاول 45 دقيقه. انا كنت بتكلم على ليه فقد وسط الملعب برغم ان عنده 3 محور ارتكاز؟ يا كابتن 4-4-2 يعني استحواذ في نص الملعب. النادي الاهلي غير من الطريقه وده غلط، التشكيل خطا، الطريقه اللي لعب بيها النادي الاهلي ما تناسبش المباراه. النادي الاهلي بيلعب بطرف واحد وهو سيد معوض ما يقدرش يكمل الشوط ده. النادي حرس الحدود قافل الحته دي، الحرس الحدود بيلعب على الهجمه المرتده. النادي الاهلي خلق له من الهجمه المرتده استحواذ وسيطره ويروح الملعب النادي الاهلي زي ما عايز، ما فيش ضغط في نص ملعب النادي الاهلي. قول لي واحد من النادي الاهلي انا كنت بقول في الدقيقه 24 في واحده لو شفنا جده موجود فين؟ جده موجود في ثلث ملعب النادي الاهلي، يعني راجل كمان بيدافع. هل النادي الاهلي العريق، النادي الكبير، نادي القرن يلعب مدافع عشان لظروف او نواحي تكتيكيه ان النادي الاهلي يدافع؟ ده هو بيلعب كانه جايب هدف وبيحافظ عليه. مش النادي الاهلي بيلعب مباراه، بيلعب شوط عشان يكسب، النادي الاهلي بيلعب شوط عشان يدافع على الهدف هو كسبان، وانا في اعتقادي. لكن الكثافه العدديه، مفيش مهاجمين، مفيش عقل مفكر، مفيش اطراف بتلعب في النادي الاهلي بجانب الدفاع. يعني لو بتكلم على خطا المرمى من اول خالص، الدفاع بتاع النادي الاهلي ما بيبداش هجمه، توظيف اللعيبه النهارده غير ملائم للمباراه. انا بقى التحيه لفريق حرس الحدود في الشوط الاول ان هو كان عنده المثابره وعنده الاداء الهادي وتفاعل مع المباراه وركب المباراه. عموما خوف النادي الاهلي في الشوط الاول كان واضح ان اداؤه بيميل الى عدم تعرضه للخساره، ما كانش بيفكر ابدا في الناحيه الهجوميه. بعد تاخره بهدف اللي ممكن يفكر فيه في الشوط الثاني ده اللي هنعرفه مع الكابتن محسن بعد الفاصل. والحرس يخطف شباك الاهلي وابو السعود ينقذ مرماه من هدف ثاني. كابتن محسن في الحقيقه الاخطاء الفنيه كثيره، يعني التطرق ليها في الوقت الضيق ده هيبقى مساله صعبه، انما النادي الاهلي في هذا المأزق الشديد اللي ممكن يفكر فيه حرس الحدود على الجانب الاخر، هل ممكن يفكر في الزياده نظرا لحاله الاهلي المترديه ولا يكتفي بالهدف ويحافظ عليه؟
يعني في الشوط الاول انا شايف حذر من فريق الحرس، وحذر مبالغ فيه من فريق النادي الاهلي. الاثنين خايفين يخسروا، والاثنين بيلعبوا على مرتدات، وفي لقطات كتيره في المباراه تثبت ان الفريقين بيلعبوا براس حربه واحد، لكن الحرس يتميز عن النادي الاهلي في انه بيساند راس الحربه اللي هو نادين لاتير، بيساندوا احمد حسن مكي من العمق، وبيساندوا احمد عيد عبد الملك. لكن بالنسبه للنادي الاهلي في جده وحيد وهو راس الحربه المعترف به اساسا، ومن على بعد ابو تريكه، حتى ان الفرصتين اللي تعامل معهم ابو تريكه كانت من على خط ال 18 مش داخل المنطقه. وبالتالي انا شايف صراعات ثنائيه من الفرقتين، وجهد بدني عالي جدا وفني قليل جدا. الهدف الذي سكن مرمى الاهلي انا بحمل دفاع الاهلي مسؤوليته، لانه ما فيش رقابه على راس الحربه، وسمعوا لراس الحربه ان هو يدخل في حضن الحارس، ما عادش عند الحارس فرصه. الكرة كانت في متناوله، هو اللي شايف يا كابتن. لا بس هو شايف، لكن المهاجم في حضنه دخل غطس فيه، وبالتالي بتبقى فيها صعوبه ان حارس المرمى يمسك الكوره. هو المفروض في عرف كره القدم انه حارس بيلعب الكوره على الاجناب او عاليه، لكن هو المهاجم بطوله وجسمه دخل في الحارس ومنعه من ان هو يلعب الكوره بسهوله. لكن اين حسام؟ اين احمد السيد؟ اين وائل جمعه حتى عندما ارتدت؟ اين هؤلاء؟ لم يشاركوا في الكره ابدا. عموما الاهلي يحتاج الى تغيير في الشوط الثاني، وبعد ان تاخر في الشوط الاول هل يعود في الثاني الى ملعب المباراه والعوده بعد نهايه اللقاء؟